السلام عليكم ورحمة الله. بُص يا معلم، إحنا عايشين طول الوقت بنجري ورا حاجة اسمها الفشخرة. الفشخرة اللي هي عربية آخر موديل، فيلا على النيل، كام مليون جنيه في البنك، وبنقول لنفسنا يا سلام. بصراحة دي أجمد حاجة في الدنيا. بصراحة لو حصلت لي الكلام ده كله مش عايز حاجة تاني خالص من الدنيا. وفاكر إن ده أجمد حاجة في الدنيا، لأ بصراحة يا حبيب قلبي ده مش أجمد حاجة في الدنيا. الكلام ده كله بييجي ويروح بيطير في الهوا. أجمد حاجة بتعملها في الدنيا اللي هو ده، اللي هي الرحلة اللي جواك. وانا عايز اقول لك هنا ازاي تعمل سويتش لحياتك، وازاي تكتشف ان اجمد كنز في الدنيا هو انت. مش العربيات ولا الفلوس ولا الكلام ده كله، لان في ناس معاها فلوس وعربيات ولكنهم مش عارفين يسيطروا على الحاجات دي، او مش عارفين يبقى عندهم السعاده الكامله. طيب تعالى كده نبص على نفسنا في المرايه شويتين ثلاثه كده، وعايزك تقول لنفسك كم مره وقفت قدام المرايه ورميت على نفسك السؤال ده وقلت لنفسك هو ده اخري؟ انا خلاص كبرت على الاحلام دي. وقلت لنفسك مره تانيه وحلمت الحلم ده وجيت تاني يوم الصبح وقلت بصراحه الكلام ده كله افلام هندي، خلينا بس احنا في البطيخ بتاعنا. بصراحه يا صديقي المشكله دي مشكله جيل كامل، مشكله جيل كامل. يعني بيدور على السعاده والنجاح في الشغل، في السفر، في الخطوبه، وسايبين المصنع الرئيسي. المصنع الرئيسي اللي هو ده، اللي هو عقلك واصرارك. وعايزك تبقى عارف ان النمو الشخصي ده مش كتاب بتقراه ولا كلام ولا حاجه بتصحى الصبح تلاقيها اتحققت وخلاص، لا. ده قرار يومي بتاخده، انك انت تتخانق عشان نفسك غصب عن الظروف وعن عملك اللي بيحبطك وعن صاحبك اللي بينكد عليك والكلام ده كله. وعايزك تبقى فاهم ان الهيرو اللي بيدخل في الموضوع ده، البطل اللي بيدخل في الموضوع ده، لازم يخوض ثلاث حاجات دول. اول حاجه التخبيط مش الفشل، ودي بتبقى بالنسبه لك خبطه البدايه. وعايزك تبقى عارف ان اجمد حاجه بتخلي الواحد يكبر هي وقعه محترمه. احنا بنخاف بصراحه من الفشل زي ما بنخاف من العفاريت بالظبط. لا، الفشل ده بيبقى عامل زي اختبار عملي، براكتس اكزام. بتقع وبتقوم وبتعرف فين الغلطه وبتكمل. فانا عايزك تقول لي كده، وريني بطل في فيلم مثلا ما اتضربش مرتين ثلاثه واتبهدل مرتين ثلاثه. العبره يا صديقي هنا مش في الضربه، العبره هنا في الوقفه اللي بعدها. ازاي قام بظهر مفلول؟ دي العبره بقى. وتاني حاجه عايزك تعرفها اللي هي الكومفورت زون، اللي هو السجن المريح. السجن المريح اللي هو طول ما انت مستخبي في منطقه الراحه دي بتاعتك هتموت ببطء وانت واقف مكانك. اللي هو احنا بنقول الشجاع بيموت مره واحده والجبان بيموت كل يوم وكل دقيقه. وعايزك تبقى فاهم ان اجمد حاجه انك انت يعني كل يوم تعمل حاجه بتخوفك شويه. يعني مثلا تكلم المدير على الهوا، تبدا المشروع اللي على بالك، او تتعلم مهاره جديده او الكلام ده كله. وعايزك تبقى فاهم برضو ان النمو الشخصي او النمو الحقيقي بيحصل بره الباب ده، في الحته اللي بتقول لنفسك فيها يا تلحق يا ما تلحقش. وتالت حاجه للهيرو اللي هو حوارك الداخلي، اللي هو اجمد عدو ليك. اجمد عدو ليك يا حبيب قلبي اللي هو مش الحكومه ولا الظروف ولا صاحبك اللي بينكد عليك ولا المدير الغلس ولا الكلام ده كله. اجمد عدو ليك هو صوتك اللي جواك، اللي جوه دماغك ده، الصوت اللي بيحبطك. الصوت ده محتاج يعني تخليه يبقى اخرس، تخرسه كده، تضربه وتلكمه وتخرسه خالص، تقضي عليه بقى زي ما احنا بنقول. وتقول لنفسك انا غبي ومش نافع، وتقول انا لسه، بدل ما تقول لنفسك انا غبي ومش نافع تقول ايه بقى؟ انا لسه بتعلم وناوي اكمل. بدل ما تقول لنفسك مستحيل اعملها، لا تقول لنفسك ايه اصغر خطوه ممكن اعملها دلوقتي. عايزك تبقى قائد السفينه مش اسير السفينه. عايزك تبقى فاهم ان انت مش شيء بيوضع في شيء عشان ينتج شيء. دي قاعده. من الخلاصه كده، من الاخر كده، والخلاصه عشان بس ننهي الموضوع ده، عايزك تبقى فاهم ان اجمد حاجه في الدنيا انك لما تبص على نفسك في اخر السنه تلاقي انك انت يعني مش نفس النسخه اللي فاتت، انت بقيت احسن، انتجت وزودت على نفسك وبقيت اذكى واقوى وعندك جلد اكبر. الحب حلو والفلوس مهمه، بس كل دول بيعتمدوا على جوده الشخص اللي بيمتلكهم.